متتبعي قناة سوبر سبورت، أهلا بكم في فيديو جديد، والبداية بالتفاصيل. نعترف لكم بدعمنا الكبير لهذه القناة لمواكبة العديد من الأنشطة الرياضية وخصوصا التي تهم الرياضة الوطنية. بطبيعة الحال لا حديث إلا عن الشنآن اللي وقع والصفعة الشهيرة اللي صدرت من لاعب دولي مصري لاعب نادي الأهلي الدولي المصري حسين شحات في احدى المباريات في يوليو الماضي في مباراه بيراميدز. بعدين مباراه بيراميدز والاهلي المصري عن الدوري المصري كره القدم، الصفعه اللي وجهها اللاعب المغربي محمد الشيبي في 18 من هذا الشهر. القضاء المصري غيقول كلمته بخصوص هذا الموضوع، وقد تتساءلون يا ترى شنآن بعد مباراه رياضيه يصل للقضاء المصري. هنا سأعود فيدباك او عوده للوراء لمعرفه اهم خبايا هذا الحادث الذي لا يشرف الرياضه عموما ولا يشرف اللاعب حسين شحات كلاعب دولي في صفوف فريق النادي الاهلي. بطبيعه الحال اللي كاين هو انه في يوليو الماضي بعد نهايه مباراه واحده من قمم الدوري المصري لكره القدم بهزيمه النادي الاهلي بعقر دارو ب 3-0 امام بيراميدز، الفريق اللي كيلعب له المغربي الدولي المغربي محمد الشيبي اللي كان متالق في تلك المقابله واللي متالق في الدوري المصري. بعد نهايه المقابله واللي كان فيه واحد الاحتكاك كبير وشيء عادي جدا، نشاهدوا بانه شاهد اصطدامات، تلاسن، احتكاك في المباراه، في اي مباراه في كره القدم في اي بقعه من العالم شيء عادي جدا. ولكن لما تنتهي المقابله ويجي لاعب دولي هو حسين شحات ويجي عند اللاعب المغربي محمد الشيبي ويصفعوا بواحد الطريقه وربما تمتم حتى بكلمات نابيه. بطبيعه الحال هذا صراحه يخدش كبرياء الرياضه ويعني معرعونه كبيره للاعب، والطريقه باش صفى اللاعب الشيبي فيها واحد الاستعلاء وفيها واحد التعالي وفيها واحد بلغه الدارجه المغربيه فيها حقره. وصراحه الجمهور الرياضي المغربي ومنهم انا بطبيعه الحال كان واحد الاحساس يعني غريب نوعا ما، على اعتبار لاعب اولا الشيبي كيلعب بطوله خارج الديار خارج ارض الوطن، وثانيا كان بعد نهايه المقابله توقع ربما اي سيناريو الا انه يتلقى هذه الصفعه. ولما تجي وخصوصا الدهشه اكثر لما تجي الصفعه من لاعب دولي كيتعتبر من ركائز منتخب مصر لكره القدم اللي هو لاعب حسين شحات. الكثير من الجماهير المغربيه قالت بانه كان على الشيبي يرد له الساعه ساعين ويقوم حتى هو يعطي صفعه او يعطي تصرفيقه بالدارجه المغربيه، والشيء اللي ما قامش به اللاعب الشيبي. بدا حزينا، بدا مندهشا، والصور توثق ذلك لان الفيديو دار واحد الضجه كبيره. والشيبي صراحه تمالك اعصابه بواحد الشكل فولاذي وبدا متماسكا هادئا وان كان في داخله غليان وبركان. اولا لو قام برد الفعل كان ربما تكون عاقبته يعني على المجال الرياضي يمكن تكون نهايه مشواره الرياضي داخل فريق بيراميدز، على اعتبار كان ممكن تاخذ لحركته واحد الابعاد كبيره. وحسنا فعل ما قامش بهذا الفعل، وهذا يجعل الجمهور كبير ماشي الجمهور المغربي كل جماهير العاشقه لكره القدم تعاطفت مع محمد الشيبي على اعتبار انه لاعب خلوق، لاعب متزن، لاعب هادئ، لاعب يبحث لنفسه عن موطئ قدم داخل انديه كبيره، ومشى بعد واحد التجارب كبيره. هو ابن الدار البيضاء، ابن درب السلطان بالضبط، المعقل اسطوري فريق الرجاء، وانطلق مع النسور الخضر من الصبا تقريبا قدم مع الرجاء 12 سنه من كتاكيت حتى الكبار، ورجع انديه مغربيه كبيره. لما جاته هذه الفرصه في سن 29 هو الان كيبلغ من عمره 31 سنه، جاته هذه الفرصه مشى للاحتراف في دوري مصري، واحد من الدوريات العربيه والافريقيه القويه، مشى كيبحث نفسه على تحسين وضعه اولا المادي على مستوى الاحتراف، وثانيا لاخذ تجربه واكتساب واحد التجربه جديده في مساره الرياضي. لما انتهت المقابله هذا الفيديو عمل واحد الضجه كبيره، هذا الرعونه باش تصرف وهذا التعالي وهذا الاستعلاء وهذا قله الحياء، كنقول قله الحياء باش تصرف حسين شحات في حق محمد الشيبي. بطبيعه الحال دقائق بعد ذلك من بعد هذه الصفعه كيجي هو صفو امام العالم، لان الفيديو عمل ترند، صفو امام الملأ
والفيديو اللي تدول بشكل غير مسبوق، ومن بعد ذلك بدقائق في الكواليس على مقربه من مستودعات الملابس كيتم واحد العناق نينجا كيطلب المسامحه بالدارجه المغربيه، كيطلب المسامحه للاعب الشحات. الشيء اللي تقبلوا لحظه في تلك اللحظه اللاعب محمد الشيبي باش تهدأ الزبعه وتهدأ هذه العاصفه ويهدأ هذا السلوك الغير القويم اللي صدر من اللاعب حسين الشحات اللي كيلعب في فريق مرجعي، فريق القرن، فريق اللي عنده صدى كبير على المستوى العربي والافريقي اللي هو فريق النادي الرياضي الاهلي. الاهلي والكره المصريه لدى التذكير مروا من لاعبين كبار، اساطير كره القدم. محمود الخطيب واحد من الاساطير فريق الاهلي، واحد من المسؤولين الكبار داخل الفريق المرجعي. طاهر ابو زيد، شحاته، فاروق جعفر، كثير عشرات اللاعبين مستوى عالي ما عمرش يلعب منهم صدر منه شي امر او حركه بهذا الشكل، وخلى واحد الصدى كبير عن الجمهور المصري وعن الجمهور العربي وعن الجمهور المغربي كذلك، وبقاو يعني في واحد المستوى رفيع من حيث الجانب الرياضي. اللي كيو انه لما انتهت هذه الحركه الرياضيه وهذا المنظر المقزز والذي يخدش كبرياء الرياضه عموما، فريق النادي خرج اللاعب الشيبي بواحد التدوينه ودون فيها ما تعرض له بدون زياده ونقصان وبدون قذف وبدون تجريح، وهذا يعني من الاخلاق الكبيره لهذا اللاعب. فقلت لي فريق النادي الاهلي صدر واحد الغرامه ديال 20,000 جنيه مصري وتوقيف اللاعب لمقابلتين. على ما يبدو هذه العقوبه تبعته على الاندهاش ولا تساوي قيد أنملة ولو جزء ضئيل جدا، لا توازي جزء ضئيل جدا مما صدر من اللاعب حسين شحات. الشيء الذي رأى فيه الجمهور الرياضي خصوصا الجمهور المغربي رأى بأن في ذلك حيف كبير، وبأن هذه الدائرة وهذه العقوبة لا توازي أبدا ما قام به اللاعب شحات من سلوك غير رياضي يستحق عقابا أكبر. فريق بيراميدز ما بقاش مكشوف الأيدي، دخل على الخط وندد بطبيعه الحال بسلوك اللاعب حسين شحات، و يعني انتدب محاميا ليتدبر امور هذا اللاعب محمد الشيبي امام اللاعب حسين الشحات. بطبيعه الحال الامور رفع اللاعب الشيبي دعوه للقضاء المصري رفقه محاميه بطبيعه الحال يتدبر امور هذه المساله. الشيء اللي مرضاش فريق الاهلي واللي كيضغط بكل قوه الاتحاد المصري باش تبقى الامور في على مستوى الاتحاد المصري لكره القدم وما يمشيش للقضاء، انه راوا بان ذلك يدخل هذا بالنسبه للراي فريق النادي الاهلي، راوا بان هذا الشنآن وقع داخل المباراه الرياضيه، ولكن الصواب لانه لو كان وقعت هذه الحركه داخل في وسط المقابله والمقابله تجرى وفي وسط المقابله في قمه التنافسيه، كانت الامور تبقى ضمن اختصاصات الاتحاد المصري لكره القدم والقوانين التنظيميه للبطوله المصريه لكره القدم، ولكن الامور صدرات ووقعات خارج المستطيل. هذا كيعطي كل حق للاعب الشيبي باش يمشي للقضاء المصري رفقه محاميه اللي عطى الدفعات الرسميه باش ربما يرجع له حقه، وكذلك يعني يوقفوا اللاعب شحات يعني عند حده على اعتبار انه تجاوز كل الاعراف الرياضيه وقام بسلوك ارعن يعاقب عليه القانون. الان بين اخذ ورد الجمهور يتساءل يا ترى كيف ستكون النهايه؟ دخلوا مسائل حميده للصلح او للمصالحه بين اللاعبين، بطبيعه الحال كل طرف يتشبت برايه، كان بامكان الامر يكون في واحد تسامح من طرف اللاعب شحات امام الملأ وبواحد الطريقه تكون يدخل فيها حتى فريق النادي الاهلي على الخط وربما حتى الاتحاد المصري على الخط ويطووا هذه الصفحه، ونظن بانه المسامح كريم، ولكن واش الشيء اللي ما وقعش على ارض الواقع وشاف بانه الشيبي جوج ديال المباريات وهذه الدائره خفيفه جدا، يعني ما برداتلوش يعني الجرح الغائر اللي بقى عنده داخليا. ولنا ان نتساءل طبيعه الحال اللاعب لما يتصفى بهذا الشكل هو لاعب محترف
كاين واحد الواقع نفسي ويمكن الامور تمشي. الا بغى اللاعب يمشي رفقه محامي يمشي حتى الاتحاد الدولي لكره القدم اللي يطلب بالانصاف وكذلك اعاده الاعتبار النفسي على اعتبار انه اهين مشهد مهين بكل صدق. اي واحد يعمل نفسه مكان الشيبي ماشي غير لاعب كره قدم، يكون غير جمهور عادي او انسان عادي، فما بالك بلاعب كره قدم. والمباراه تكتسي اهميه كبيره في قيمه مباراه الاهلي المصري وفريق بيراميدز في مباراه قويه في الدوري المصري لكره القدم. الجمهور الان بين من يرى بان الامور يلزم تبقى داخل طالما انه وقعت في مباراه كره القدم ولو خارج دقائق المنافسه تبقى الامور مخصصه الاتحاد المصري لكره القدم، وفئه اخرى ترى بانه من حق الشيبي يمشي للعداله المصريه اللي غتقول كلمتها في هذا الموضوع في 18 من الشهر الجاري. طبيعه الحال كانت عمليه يعني انصات كل اطراف الطرفين في الوقت اللي الشيبي رفض واحد البرنامج ترفيهي كيمر في احدى القنوات في شهر رمضان. هو برنامج شهير جدا، وكان معد برنامج ينوي استقطاب كل من الشحات والشيبي. الشحات حضر انما الشيبي رفض يحضر لهذا البرنامج الترفيهي برغم اغراءاته الماليه الكبيره، وارتأى منتج البرنامج باش ينادي على لاعب اخر واكرم توفيق زميل حسين شحات في النادي الاهلي للقيام باحدى لبرمجه احدى الحلقات. وفي تلك الحلقه اعترف حسين شحات بانه يعني اعتذر للاعب الشيبي واعتذر لامه ولاهله واسرته، ربما للتخفيف من ما صدر منه، للتخفيف من نفسيه اللاعب محمد الشيبي الذي لا زال طبيعه الحال تحت وقع الصدمه. الامور طبيعه الحال متشبكه، ولا احد ينكر بانه اللقاءات المغربيه المصريه في مجال كره القدم على مستوى الانديه والمنتخبات الوطنيه دائما فيها نديه، فيها اثاره، فيها تشويق، فيها حماس كبير حتى من طرف الصحافه المصريه والمغربيه، ولكن في اطار ضوابط رياضيه صارفه جميله جدا نظرا للروابط المتينه التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والمصري. وكثير من اللاعبين المغاربه احترفوا في الدوري المصري، ومنهم الان سليم في فريق الاهلي، وهذا الشيبي في بيراميدز، وقبل منه بن شرقي وغيرهم من الازهر وغيرهم من اللاعبين اللي تركوا واحد الصدى طيب داخل الملاعب المصريه. ما بغيتش نطول كثير في هذا الموضوع، لكن انه الامور الان تجاوزات ما هو تابع ل طبيعة الحال الاتحاد المصري لكرة القدم، على اعتبار انه الان الامور في يد العداله المصريه، وبطبيعه الحال ننتظروا 18 من الشهر الجاري لمعرفه ماذا سيقع. والتساؤلات كثيره تلوح في الافق يا باي سيناريو سينتهي هذا المشهد الذي لا يشرف ابدا بكل صدق. هذا المشهد الذي شاهدناه في صفعه الشحات لحسين شحات لمحمد الشيبي، مشهد طبيعة الحال لا يشرفه هذا اللاعب الدولي، وبالتالي كان مفروض على فريق النادي الاهلي المصري فريقه اللي صنع اسمه انه يخرج بواحد عقوبه تكون قويه وقاسيه باش تكون مثال يحتذى به، باش ما يجيش لاعب اخر مستقبلا ويقوم بنفس التصرف، لانه هذه في واحده من النوادر اللي وقعت في مجال الرياضي. غنعاود نكرر، الشيبي كان هادئا متزنا، والان وضع كل ثقته في هو ومحاميه وناديه بيراميدز اللي دخل الخط بكل ثقله، وضع كل ثقته في القضاء المصري الذي سيقول كلمته في يوم 18 من الشهر الجاري. إلى اللقاء. شكرا على مشاهدة الفيديو، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناة سوبر سبورت.